الحجازية من الحلويات الحلوة جدًا، الخفيفة أوي، تمام، وبجد القرفة بتحليها جدًا، جدًا. يالّا بينا علشان نشوف بنعملها إزاي، بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب. هنقول دلوقتي مع بعض المقادير: مَج من الزيت، و2 من الدقيق، و2 من السميد، ونُص مَج مَيّة دافية، تمام، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ورشة ملح يعني ربع معلقة صغيرة من الملح. هنجيب السكر وهنجيب الخميرة ونقلبهم في المَيّة، وهنسيبهم بس شوية لحد ما هنحتاج لها زي ما هنشوف دلوقتي. هاجيب دلوقتي بولة واحط فيها المكونات الجافة مع بعض والملح، وهقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد كده هجيب الزيت، تمام، وهنشوف احنا الزيت هنعمله زي ما انتوا شايفين كده، بعمله زي ما بنعمل في بداية الكعك الناعم. هجيب دلوقتي المية بالخميرة، بس طبعا هحط بالحبة الصغيرين لحد ما الاقي نفسي ان انا محتاجة تاني ولا لا. بس انا فعلا حطيت نص المية كلها، تمام. وبعد كده سبتها على جنب شوية. جبت دلوقتي نص مج من السميد، نص مج من السكر، و3 معالق من القرفة، وحطيتهم كده. هجيب دلوقتي مية عادي من الحنفية، عادي من الفلتر، تمام. وبحط بالشوية الصغيرين. انا عايزة المكونات الجافة دي تكون عاملة اكنها مندية، فاهميني ازاي؟ مندية، تمام. بس كده. وبعد كده انا بشوفها دلوقتي مندية فعلا القوام اللي انا محتاجاه ولا لا، وكده خلاص. فهنجيب دلوقتي الصينية، احط فيها معلقة من الزيت وهنفردها. وبعد كده هنجيب نص العجينة بتاعتنا. انا ما سبتهاش اختمرت، لا، انا دي حاجة بقى اختياري، تخليها تختمر في البولة بعد ما عجنتيها. العجين بيكون عادي جدا، يا هنخليها تختمر جوه الصينية. انا بصراحة بحب اخليها تختمر جوه الصينية، تمام. بس هجيب نصها زي ما احنا شايفين وبفردها. بس واحنا بنفردها احنا بنعلي على من فوق كده، زي ما احنا شايفين، اعلى من الصينية بشوية، بس مش بنعليها لفوق خالص. وبعد كده بنحط الخليط بتاعنا اللي هو القرفة والسكر زي ما احنا شايفين والسميد. وبعد كده هنجيب كيسة ونفتحها من بتاعة التلاجة، وهفرد عليها. بس الفرد بيكون سهل جدا جدا جدا، تمام. هفرد عليها بقية العجينة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. بعد ما هفردها واحاول ان انا اسويها، واحاول ان انا اكون بالظبط حاسه ان هي قد الصينيه بالظبط زي ما احنا شايفين. بس هي ما خدتش وقت مني خالص بجد. على على الكيسه كانت مريحه زي ما احنا شايفين دلوقتي. وبعد كده هجيب الصينيه وهحطها زي ما انتوا هتشوفوا، وهقفلها. بس قبل ما اشيل الكيسه منها بتاكد ان هي بقت على قدها بالظبط، وبفردها برضو زي ما احنا شايفين. لما فردتها كمان زي ما احنا ظبطتها وهي الكيسه عليها، لقيتها فعلا ان هي مريحه. بعد كده بجيب بقى الشوكه وبدوس كده، بعمل الخطوط بتاعتها. وبعد كده بجيب سكينه وبقطعها. وبعد كده بقى اسيبها يعني ربع ساعه، وبعد كده احطها في الفرن ربع ساعه تكون اختمرت، تمام. وهي لما هتتحط في الفرن هي مش بتعلى قوي، بس لما تتحط في الفرن في السخونية هتعلى شوية بجد، هيبقى نفس السمك اللي احنا شفناه في بداية الفيديو. بس كده وخلصنا. بس طبعا حبيت برضو ان انا اعيد عليها تاني بالسكينة زي ما احنا كنا شايفين، وقلت اقطعها ونشوفها مع بعض. بجد السمك بتاعها كان جميل جدا، والطعم حلو قوي، لا هي مسكرة ولا هي مسخة، يعني مظبوطة بالظبط. ويا رب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكل بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب.